بيحكي صاحب القصة وبيقول: كانت على طول خالتي وأمي بيقعدوا مع بعض ويتكلموا، وأمي بتتكلم على جوزها لما كان عايش يعني، وخالتي برضو كانت بتتكلم على جوزها وهو لسه عايش، كانت بتتكلم وكأنه هو مش موجود، وكانت على طول بتقول مشاكل اللي عنده مأثرة عليه، وإنه هي بصراحة ما بقتش قادرة تصبر عليه، وعلى طول كنت بشوفهم بيتفرجوا على أفلام، وكمان شكلهم ولبسهم كان بصراحة الموضوع ده يخلي الواحد ينسى نفسه. أنا أبويا توفى بعد جوازه من أمي ب4 سنين، وكانت أمي لسه صغيرة، وكنت أنا وأختي مسؤولية كبيرة عليها، بس بصراحة جدي وجدتي كانوا متكفلين بكل حاجة وبمصاريفنا، وهي ولا كانت بتشتغل ولا حاجة، ورفضت إنها تعيش معاهم، فقعدت في شقتها عشان تتصرف براحتها. وفعلا هي كانت بتلبس بشكل بصراحة يخلي الواحد ينسى نفسه، وكمان كانت بتخرج كتير، وده اللي ما كانش عاجب خالي، عشان كده مرضيتش تعيش معاهم وعاشت في شقتها لوحدها، مع إننا كنا لسه صغيرين، وكانت خالتي بتجيلها على طول من وأنا صغير، وكنت على طول بشوف خالتي كانت بتيجي لأمي، وكانوا يلبسوا ويحطوا مكياج وينزلوا، حتى الحجاب خلاص خلعوه وما بقوش يلبسوه، كانوا بيلبسوا لبس قصير ومكشوف، ولما كانوا في البيت فهم يعتبر بيقعدوا من غير حاجة، وأنا بصراحة اتعودت على المنظر ده، وخالتي وأمي قدامي على طول، وساعات بيقفلوا عليهم الأوضة وبسمع إنهم مشغلين أفلام، وخالتي دي كانت على طول ملازمة بيتنا، وكانت بتبات عندنا، ما بقتش بتقعد في بيتها كتير، وعلى طول بسمعها بتشتكي من جوزها وإنه يعني ما بقاش عاجبها، وساعات كتير كنت بسمع أمي بتتكلم في التليفون طول الليل مع شباب، لكن بصراحة أنا عمري ما شفتها دخلت حد البيت أو قابلت حد في الشارع، وكله كان كلام في التليفون. بس فضلوا على الحال ده هي واختها لحد ما عدت الأيام والسنين، وأنا وصلت ساعتها 18 سنة، وأمي على طول كانت صريحة معايا ومع أختي، وإنها بتعتبرنا أصدقاء ليها مش ولادها، وكانت بتتكلم معانا في كل حاجة، وكانت بتقولنا إنها بتحب واحد، والغريب إنه هو كان أصغر منها بكتير، كان لسه بيدرس في أولى جامعة. أنا كنت يعني متضايق من الموضوع، بس طبعا ما كنتش قادر أقول لها حاجة، وهي ما كانتش هتسمع كلامي حتى لو قلت لها حاجة، وكان بيجيلها البيت يومين في الأسبوع، واليومين دول إنه إحنا نقفل علينا باب الأوضة أنا وأختي، وكانت بتوصينا إن إحنا ما نطلعش من الأوضة، وطبعا الباقي كان معروف إيه اللي بيحصل في أوضتها. أنا كنت متضايق وزعلان من الموضوع، وأنا بصراحة كنت بغير عليها، وهو مكملش معاها 7 شهور وكان زهق منها، ومن هي هنا دخلت في اكتئاب وحزن كبير جدا، لكن خالتي اللي كانت بتجيلها على طول قدرت تخرجها من الموضوع ده، وسمعتها مرة بتقول لها بصراحة: انتي عارفة الأفلام دي اللي بتفرج عليها بخلي جوزي يشوفها على أساس إنه هو يتحسن، وهي جابت نتيجة. الأفلام دي قالت لها بصراحة ساعات بتجيب نتيجة، وأصلا خالتي وأمي
ما كانش عندهم أي حاجة مهمة في حياتهم غير الموضوع ده والكلام على الرجالة. وأنا كل يوم الموضوع ده بيكبر جوايا وخلوني ببصلهم بطريقة تانية خالص، عشان أنا كنت في أوقات بقعد أتصنت عليهم وبسمعهم هما الاتنين بيتكلموا، ولكن المرة دي هما كانوا بيتكلموا عليا وبيقولوا إنه أنا بقيت شاب وكبرت، والكلام ده صدمني. لما قالت لها أمي بتقصدي إيه؟ قالت لها اللي في بالك، وطبعا أنا أقصد كل اللي بيدور في بالك. ردت عليها أمي قالت لها مش للدرجة دي، وقالت لها ليه لأ، وهو ستر وغطى عليكي أحسن من الغريب، انتي أرملة وملكيش إلا سمعتك، وأنا كمان زي ما انتي عارفة ستي متجوزة وما ينفعش يعني أعمل حاجة كده ولا كده. أنا فضلت واقف متسمر مكاني، لكن بصراحة منكرش أنا عجبني الموضوع، عشان أنا أصلا متعود عليه من وأنا صغير، وأنا بشوف كل حاجة قدامي وبشوف كل حاجة بتحصل. قلت مع نفسي يعني هي هتجيلي الفرصة إني أجرب، وطبعا ما كانش عندي أي تردد إني أقول أيوة موافق. بس ده كان كلام بيدور ما بينهم، يعني هنوصلوا إزاي للموضوع ده. ففضلت مستني مين اللي هتبتدي ومين اللي هتكلمني أو تحاول تفتح معايا الموضوع ده، لكن هما ما كلمونيش ولا قالولي حاجة. وطبعا تاني يوم أنا كنت راجع من برا وكنت بذاكر مع واحد صاحبي، وطبعا لما رجعت البيت لقيت خالتي هي اللي بتستقبلني، وما كانش فيه حس في البيت لأمي. قالت لي أنا عايزاك في موضوع، وطبعا أنا كنت عندي فكرة مسبقة على الموضوع ده، فأنا عملت نفسي مش فاهم حاجة، فقلت لها اتفضلي يا خالته انتي عايزة ايه؟ قالت لي بصراحة أنا عايزة أقولك على سر وما تقولش لحد. قلت لها وانا برضو هروح اقول لحد؟ قالت لي بصراحة انا مش عايزاك لوحدي. قلت لها امال مين اللي عايزني كمان؟ قالت لي امك. قلت لها بصراحة اتكلمي يا خالته من غير الغاز، انا مش فاهم حاجة. وطبعا بيني وبين نفسي كنت فاهم وعارف كل حاجة، وهي تصرفاتها اصلا كانت واضحة، واللي هي كانت عايزاه كان باين ومعروف. بس أنا قلت أتقل وأعمل نفسي مش فاهم. قلت لها طيب قوليلي على السر اللي انت عايزة تقوليه. قالت لي انت عارف انه أبوك متوفي من سنين، وانت الوحيد اللي ممكن تاخد مكانه أحسن من واحد غريب. قلت لها انت عارفة بتقولي ايه؟ انتي مش فاهمة اللي انتي بتقوليه. قالت لي لا، انا فاهمة وعارفة كل حاجة، وعارفة انا بقولك ايه. وانا بصراحة قلت دي فرصة ومش هينفع ان انا اضيعها من بين ايدي، بس في نفس الوقت ما ينفعش حاجة زي دي تحصل. وبصراحة من وقت ما قالوا الكلام ده انا ما كنتش عارف اقبل ولا ارفض.